حبايبي، قبل ما نبدأ الفيلم تعالوا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. جيت وجبت لكم ملخص لفيلم جديد ومليان بالاكشن والاثارة، مفاجآت كمان. تعالوا نشوف رتنام ليه بيحمي ماليجا، وتفتكروا هو هيتجوزها ولا لا، وتفتكروا هو هينتصر على بهايمة ولا بهايمة اللي هينتصر عليه. طب لو عاوزين تعرفوا انا بقصد اقول ايه، تعالوا بينا نشوف الملخص مع بعض، بس يا ريت تكملوا لي الاخر ويلا بينا. يبدأ فيلمنا بأتوبيس نقل عام ماشي على الطريق، وبينط الحرامي ده من على الشجرة فوق الأتوبيس، وبيتهاجم على السواق، والسواق بيفقد السيطرة على الأتوبيس وبيتقلب بيهم من فوق الجبل، وبينضموا 2 حرامية كمان للحرامي الأولاني، وبيهجموا على الناس اللي في الأتوبيس وبيسرقوا منهم الذهب والفلوس اللي معاهم، وبيقتلوهم بكل وحشية. وبيجتمع المفوض مع الشرطيين وبيقول لهم مات 26 شخص في سيروباتي، ودي مش أول حادثة تحصل من النوع ده. فبيقول المفتش إيرا اللي بيعملوا كده استحالة يكونوا بشر على الإطلاق. فبيقول لهم المفوض اعتقالهم مش كفاية، اضربوهم بالنار. وبيستخبوا ال3 حرامية على الطريق للمفتش، وبيحدفوا بيض على العربية وبيزقوه بالعربية من فوق الجبل، وبيجروا وراه عشان يخلصوا عليه. وبيلاقي العجوز ده واحدة قاعدة قدام المحل بتاعه، وبيكون معاها طفل صغير. فبيسألها انت تبقي مين؟ فبتقول له انا اسمي لوجانيا وعايزة اشتغل. فبيشغلها العجوز معاه في المحل. وبتمر السنين وبيشوف الطفل رتنام اشخاص بيضربوا سيلفام، وبتنزل ست من العربية عشان تقتله. فبيسحب رتنام السكينة دي من جنبه وبيخلص عليها وبينقذ حياة سيلفام، وبيتقبض على رتنام وبيدخل السجن. وبتمر السنين وبيخلص رتنام فترة عقوبته، وبيخرج وبيلاقي سيلفام في انتظاره وبياخده بالحضن. وفي سنة 2024 بيلاقوا الناس رجل ودراع مقطوعين، وبيكونوا محطوطين على حدود ولاية أندرا. فبيبلغوا الشرطة، وبتحقق الشرطة عشان يعرفوا مين القاتل اللي عمل كده. وبيجي للموظف ده اتصال وبيقول للشرطيين تم العثور على جثة من غير دراعين ورجل وراس عند معبد نالاكوندا. فبيقول لهم المفتش شكلوا فريق وابدأوا البحث. وبنرجع بالأحداث لورا قبل شهور قليلة، وبيقول سواق الباص ده للطالبة اللي معاه إن الأتوبيس اتعطل ومش هعرف أوصلك، تعالي اركبي عربية تروحك على البيت. وبيشاور السواق لبابه وبيقول له ممكن توصل الطالبة دي في طريقك لو سمحت. فبيبص بابه للطالبة بنظرة مش كويسة أبدا وبيقول له ماشي. وبيضرب سيلفام الاتنين دول بغضب لأنهم ما بيعملوش الشغل اللي كلفهم بيه. وبيقول ده لسيلفام انت عضو المجلس لكن ما شاء الله عليك ايدك قوية جدا. فبيقول له سيلفام اصلي كنت مشاغب كبير جدا قبل ما اكون عضو، لكن ولد صغير انقذ حياتي فانصلح حالي وحسيت ان انا لازم اعمل حاجة كويسة لوطني. وبيتصل اناشي من المستشفى على سيلفام وهو بيعيط وبيشتكي له اللي حصل لبنته. وبيرن سيلفام على رتنام وبيقول له انا رايح على مستشفى CMC وعاوزك تجيلي على هناك. فبيروح رتنام على المستشفى وبيسأل سيلفام في ايه. فبيشاور له سيلفام على الطالبة بتاعة المدرسة. فبيلاقيها رتنام بالشكل ده. وبنرجع بالاحداث لورا وبيمسك بابه ايد رتنام وهي راكبة جنبه في العربية وبيقول لها ساعتك جميلة جدا. فبتقول له ببراءة ده بابا هو اللي شاريها لي في عيد ميلادي. فبيمد بابه ايده عليها لكن هي بتنط من العربية. وبنرجع لسيلفام وهو بيقول لرتنام ان حتى الدكتور لما حاول ان هو يفحصها بعدت ايده عنها بسبب اصابتها بصدمة عصبية. وبيسأله رتنام مين اللي عمل فيها كده. فبيقول له سيلفام بابو ريدي عضو المجلس المحلي القريب من شيتور. فبيقول لهم مورتي ده شخص قذر وخطف بنت قبل كده من الكلية وحبسها في بيته 4 أيام واغتصبها. وبيقول لرتنام روح اقتله وانا هسلم نفسي بدالك. فبيسأل رتنام سيلفام اعمل ايه. فبيقول له سيلفام اعمل الصح وايا كانت العواقب هنواجهها. فبيمسك رتنام سواق الاتوبيس وبيخليه يوصله لبابو ريدي. واول ما بابو بيشوف رتنام جاي عليه وعيونه بيكون كلها شر كده بيقوم يجري من مكانه وبيقول لرجالته خلصوا عليه. فبيمسك رتنام رجالته وبيأكلهم حتة علقة لكن علقة موت، وبيكسر لهم عظمهم واحد ورا التاني وما بيرحمش اي حد منهم. وبيفضل يضرب فيهم كلهم بكل قوته، اللي بيضربه بالبوكس واللي بيضربه بالرجل واللي بيطيره في الهواء لحد ما بيخلص عليهم كلهم. وبيوصل لبابه وبيفضل يلعنه وبيمسك المنشار ده وبيقطعه بيه. وبيعمل مفوض اجتماع وبيقول للمسؤولين ان تم اختطاف ارض التاميليين على حدود ولاية أندرا من قبل عصابة قدمت التماسات مجهولة المصدر وبيطلب التفسير. فبيقول المسؤول ده سنة 1959 تم تسليم سيروباتي لأندرا من تميل نادو، وبقت أراضي العديد من التاميليين جزء من ولاية أندرا. واستغلت مجموعة من نجاري الفرصة واستولوا على الأراضي بنص الثمن. وبيقول المتقاعد راو إن قبل 25 سنة هندي غير مقيم استقر في أمريكا وامتلك أراضي مساحتها 40 فدان في سيروباتي، وكان عنده 3 ولاد مستقرين في أمريكا. وانتحلوا 3 أشخاص من هنا شخصيات وباعوا الأراضي ب 32 قارور ونقلوا من سيروباتي على نجاري واستقروا هناك، وهم اللي ورا عمليات الاستيلاء على الأراضي وعندهم دعم كامل من وزير التعليم جاجيندر. فبيسألوا المفوض عن أسمائهم فبيقول له بهايما وصوبا وراجافا. وبيروح سابوا البهايما
وبيقول له المسجل اتصل عليه علشان نروح نسجل 60 فدان اللي خدهم من اراكو نام لان سعر الارض هيرتفع. فبيقول له بهايمه تمام ماشي. وبيوصل رجافة وبيقول له بهايمه حصلت مشكله كبيره في قياس الارض. فبياخد بهايمه الرجاله وبيروح على الارض وبيبص على الارض وبيسال اخوه مين اللي ورا الخطا ده. فبيقول لاخوه المساح. فبيستدعي بهايمه المساح وبيقتله. وبيقول بهايمه المسؤول المكتب الاقليمي ومسؤول المكتب الاداري انا هديلكوا يوم واحد بس ولو ما عدلتوش التسجيلات انا هقتلكوا انتوا كمان. وبتجري ماليجا تركب الاتوبيس قبل ما يفوتها وبيسالها السواق انت رايحه على فين. فبتقول له رايحه لواحده صاحبتي في فيلور. وفجاه بتصرخ ست في الاتوبيس لان جوزها اتصاب بنوبه قلبيه. وماليجا دي اصلا بتكون ممرضه وبتعمل له الاسعافات اللازمه. وبتقول للسواق اطلع على اقرب مستشفى بسرعه. وبيوصلوا على المستشفى فبيلاقي الدكتور ان المريض حالته مستقره. وبيسال ماليجا هو انت دكتور؟ فبتقول له لا انا معايا بكالوريوس علوم تمريضيه وبتمنى ان انا اكون دكتور في يوم من الايام وانا دلوقتي في طريق الفيلور عشان عندي امتحان للمره الرابعه. فبيقول لها المره الرابعه؟ فبتقول له ايوه ونجحت في ال3 مرات اللي قبل كده لكن للاسف ما قدرتش في ولا مره فيهم احصل على مقعد في الكليه الحكوميه وما قدرتش ادفع رسوم المكان الخاص. فبيتمنى لها الدكتور التوفيق وبيمسك رتنام ورجالته وبياكلوا حته علقه عشان مش قادر يسدد القرض اللي عليه. وبيشوفهم الشرطي ده وبيقول لهم انتوا بتضربوه ليه؟ تعالوا هنا. وبيشبه على رتنام وبيقول له مش انت برضو ابن روجانيا اللي كانت بتشتغل في الحاجات اللي مش كويسه؟ فبيغضب جدا رتنام وبيروح يضربه لكن اصحابه بيحشوه. فبيحلف له الشرطي ان هو مش هيسيبه. وبيروح سلفام على الاسم وبيقول لرتنام استنى انت في العربيه. وبيدخل سلفام وبيقول للمفتش انا سمعت انكم حصلتوا على مذكره اعتقال ضد رتنام. فبيقول المفتش طب اهدى بس واسمع اللي حصل الاول. ده مد ايده على الشرطي. فبيقول له سلفام انه ما عملش كده من فراغ والشرطي هو اللي غلط في مامته الاول. واحب اعرفكم ان انا اللي بخلص لكم نص شغلكم في المدينه وده كله بفضل رتنام ولو عايزين تعتقلوه اتفضلوا اعتقلوه وانا بقى هعرف ازاي اخرجه. وبيواسي مورتي رتنام وبيقول له ما تزعلش من كلام الشرطي. فبيقول له رتنام الشرطي معذور لانه قال اللي يعرفه لكن انا اللي ما اتحملتش كلامه لان امي في الحقيقه مش كده. وبيحكي له ان مامته جت بيه على السوق وهو طفل صغير واشتغلت بجد علشان تقدر تربيه. وفي يوم شافها واحد من الكوادين وخطفوني وانا عندي 5 سنين وابتزوا ماما علشان تشتغل معاه وحصلت مداهمه والشرطه قبضوا عليها وخدها صحفي وصورها ونزلها في الجرايد وما تحملتش مامتي الاهانه وموتت نفسها في الاسم. فبيتاثر مورتي جدا بقصته وبيحاول ان هو يخفف عنه بالغنى والرقص. وبيشوف رتنام ماليجا وهي ماشيه بالموتوسيكل مع صاحبتها فبيعجب جدا بجمالها وبيحس ان شكلها مألوف بالنسبه له وبيحاول يلحقها لكن ما بيعرفش. وبيروح رتنام هو والرجاله بتوعه على البيت ده وبيطردوا السكان اللي فيه لانهم بقالهم 3 سنين ما دفعوش الايجار للمالك. وبتشوفهم ماليجا وبتفضل تشتم عليهم وبتقول لصاحبتها انا هبلغ الشرطه. فبتقول لها صاحبتها لو اتصلتي على الشرطه هيتصلوا عليهم ويبلغوهم عنك خليكي في حالك احسن. وبتحكي لها صاحبتها عن الجرايم اللي رتنام بيعملها وان ما حدش بيقدر يوقفه في المدينه كلها. فبتقول لها ماليجا ده عايز ضرب النار. وهنا بيحكي سلفام لاصحابه عن رتنام بكل فخر وبيقول لهم لو في حد يستحق ميداليه في المدينه دي يبقى هو. وبيروح رتنام عشان ياكل في المطعم ده وبيشك في بعض الاشخاص الموجودين وبالصدفه بيشوف ماليجا في الشارع وبيكتشف ان الاشخاص اللي شك فيهم مستهدفينها هي مش هو. وبيحمي رتنام ماليجا وبيدخلها تمتحن وبيقف هو للاشخاص اللي عاوزين يقتلوها. وبتحل ماليجا امتحانها بتوتر وبتخلص بسرعه وبتسلم ورقتها وبتخرج. وبتلاقي صاحبتها مستنياها بره وبتسالها صاحبتها انت تعرفي الشخص اللي حماكي ده؟ فبتقول لها ماليجا لا. وبتقول لها صاحبتها امال ليه هو اتكلم وكانه يعرف. وبترجع لها بالاحداث لورا وبتقول لها بعد ما دخلتي رتنام هاجم على المجرمين زي الوحش المفترس وفضل يضرب فيهم ويطعن فيهم بكل قوته واتصاب بسكينه ببطن وقال لهم لو قربتوا من ماليجا تاني انا مش هرحمكم ابدا. وبتيجي الشرطه وبتقبض عليهم كلهم وبتروح ماليجا على الاسم عشان تقابل رتنام وبيفضلوا الشرطيين يضربوا في المجرمين عشان يعرفوا منهم هم ليه كانوا عاوزين يقتلوا ماليجا لكن مش بيرضوا يتكلموا. وبيقول الشرطي ده رتنام كلم ماليجا بره. فبيخرج رتنام يقابلها وبتشكره ماليجا وبتساله هو انت تعرفني عشان تخاطر بحياتك علشاني؟ فبيقول لها رتنام لا معرفكيش لكن من الطبيعي ان اي حد بيشوف واحده في ورطه بيساعدها. وبيسالها هم ليه كانوا عاوزين يقتلوكي؟ فبتقول له معرفش. فبيسالها رتنام انت جايه على فيلور ليه؟ فبتقول له عشان الامتحانات وحضور بعض المقابلات لوظيفه التمريض وهقعد في بيت صاحبتي لمده اسبوع. فبيقول لها رتنام طب هاتي رقمك عشان ابقى اطمن عليك. وبالليل بتشوف ماليجا من الشباك بعض المشاغبين واقفين تحت البيت فبتخاف جدا وبتتصل على رتنام علشان يلحقها وينقذها. فبيقول لها رتنام ما تخافيش ده انا اللي واقف تحت البيت انا ورجالتي لحمايتك نامي انت بسلام. فبتعجب جدا ماليجا بوقفته جنبها وبتقول لصاحبتها ازاي شخص بالطيبه دي يكون سمعته سيئه كده. وبتنزل تعمل لهم شاي وبتخرج لهم وبيفضل رتنام متابعها في كل مكان هو ورجالته طول الاسبوع لحمايتها. وبعد ما بتخلص اللي وراها بيوصلها رتنام على محطه الاتوبيس بسلام وبيسالها انت اسمك ايه؟
ايه؟ فبتقول له انت بتساعدني كل ده من غير حتى ما تعرف اسمي؟ فبيقول لها شفتي بقى؟ فبتقول له انا اسمي ماليجا. فبيقول لها رتنام طب ممكن اخد لك صوره؟ فبتقول له طبعا ممكن. وبيودعها رتنام وبيمشي وبيكون حزين جدا. وبيوصل رتنام عند سيلفام وبيترمى في حضنه وبيفضل يعيط. فبيساله سيلفام مالك في ايه؟ فبيوري له رتنام صوره ماليجا. فبيتخض سيلفام اول ما بيشوفها لانها بتكون نسخه طبق الاصل من مامة رتنام. وبنرجع بالاحداث لورا وبتظهر لجانيا مامة رتنام وهي داخله بطفل صغير السوق وبتشتغل مع العجوز عشان تربيه. وبيكبر رتنام شويه وبيساعدها في الشغل. وبتشوفها الست دي وبتكون ست مش كويسه ابدا وبتشتغل في حاجات مش محترمه وبتعرض عليها انها تشتغل معاها. لكن مامة رتنام بترفض. فبتخطف الست رتنام وبتبتز مامتها. فبتروح مامة رتنام وبتترجى الست انها ترجع لها ابنها تاني. فبتضربها الست وبتقول لهم دخلوها الاوضه. ولسوء حظها الشرطه بتهجم على المكان وبتاخد مامة رتنام في الرجلين. وبيقف رتنام وسط الناس وبيبص عليها بحزن. وبيصورها الصحفي ده مع الناس الموجودين في المكان وبينزل صورتها في الجرايد. وطبعا مامة رتنام ما بتستحملش اللي حصل لها ده وللاسف بتموت نفسها في الاسم. وبيعمل لها سيلفام واهل المنطقه جنازه. وبيقتل رتنام الست اللي مش كويسه دي لما بيجيله الفرصه انتقاما لمامته منها وفي نفس الوقت عشان ينقذ سيلفام منها. وبنرجع للحاضر تاني وبيسال سيلفام رتنام انت عرفت ماليجا انها شبه مامتك؟ فبيقول له رتنام لا لاني خفت تسالني عنها وما كنتش هعرف ارد عليها. فبيساله سيلفام هي فين دلوقتي علشان اقابلها؟ فبيقول له رتنام انا ركبتها الاتوبيس عشان ترجع على موطنها. فبيقول له سيلفام بعصبيه انت مجنون يا ابني؟ ازاي تسيبها تمشي لوحدها؟ افرض المجرمين هجموا عليها في الطريق روح وراها بسرعه ووصلها لحد بيتها بنفسك. فبيسمع رتنام كلامه وبيروح بسرعه ورا الاتوبيس وبيحصله وبيقف بالعربيه قدامه. وبيقول لماليجا انزلي انا اللي هوصلك لانك مش بامان هنا. فبتنزل معاه ولسه هيتحركوا بيبص يلاقي المجرمين قدامه. فبيركب رتنام ماليجا العربيه وبيفضل يضرب فيهم بكل قوته واحد ورا التاني. وبيركب العربيه وبيمشوا هما الاتنين وبيفضلوا المجرمين يطاردوهم لكن بيقدر ان هو يتخلص منهم كلهم. وبيروح بماليجا على الغابه وبيسالها مين دول وليه بيطاردوكي بغضب كده؟ فبتقول له ماليجا ما اعرفش صدقني ما اعرفش. فبيقول لها رتنام طب عرفيني بقى مشكله باباكي بالظبط. فبترجع ماليجا بالاحداث لورا وبتقول له احنا عايشين في قريه قريبه قوي من سيروباتي وعندنا ارض مساحتها 5 فدان ونص في نجاري. وفي يوم رحنا نزرعها لكن اتفاجئنا ان بهايمه بنى عليها كليه طبيه وقتل المساح لانه اخطا في القياسات. وراح بابا قدم شكوى في مركز الشرطه وجم موظفين الحكومه وقالوا لبابا ان بهايمه ما بناش الكليه متعمد على الارض وعرضوا عليه 5 لكح لكل فدان في مقابل انه يسجل الارض باسم بهايمه واخواته كمان. لكن بابا رفض وطلب منهم يهدموا المبنى اللي هم بنوه. فطبعا بهايمه اول ما عرف غضب وجه على بيتنا برجالته علشان يهددوا بابا. فانا وقفت لهم وزقيت سوبه ووقعته لما حاول ان هو يرفع ايده على بابا. وبتخلص الحكايه وبترجع للحاضر تاني وبيقول لها رتنام ما تقلقيش انا بقى اللي هعتني بالموضوع ده. وبيخليها رتنام في العربيه لحد الصبح وبيسهر هو يحميها. وتاني يوم الصبح بيمشوا وبيقول لها رتنام انا استفسرت عن عصابه بهايمه وعرفت انهم اكتر من عصابه. اطلبي من باباكي ان هو يبيع لهم الارض وعيشوا انتوا بسلام بالفلوس اللي هيدفعها لكم احسن. وبيقول بهايمه لرجالته اقتلوا الكلب اللي بيحرس ماليجا بمجرد ما يوصل على القريه ويقطعوا رقبتها. وبيوصل رتنام ماليجا على بيتها بامان وبيشكروه اهل ماليجا على انقاذه لحياه بنتهم وبيكلموه عن اهميه الارض بالنسبه لهم. فبيقول لهم رتنام ما تفهمونيش غلط لكن من الافضل انكم تبيعوا لهم الارض. وما بيلحقش يخلص كلامه وبيلاقي رجاله بهايمه فجروا عربيته بره. فبيخرج يرمي الميه دي على العربيه وبيسحب منها سكينه وبيطلع على المجرمين بقى وبيتيح فيهم وبيفضل يطعن فيهم كلهم بدون رحمه ومحدش بيقدر يلمسه وبيخافوا كلهم وبيهربوا. وبياخد رتنام ماليجا في العربيه وبيروح على حفل الافتتاح اللي بهايمه عامله للمبنى. وبيقول رتنام للشرطيين انتوا مش مكسوفين من نفسكم لدعم شخصيه زيه؟ وبيهدد بهايمه وبيقول له لو رجالتك قربوا من ماليجا تاني انا هقطع لك بناتك احياء قدام عينيك. وبيقول لماليجا طالما المبنى اتبنى على ارضكم يبقى ملككم. وبيخليها هي اللي تقعد عشان تعمل الطقوس بدل بهايمه. وبيقول لبهايمه معاك 10 ايام عشان تهدم المبنى بتاعك وتخرج من الارض. وبياخد ماليجا وبيمشي بكل شجاعه ومحدش بيقدر يوقفه. وبيروح الوزير جاجندر لبهايمه واخواته وبيقول لهم انتوا اتجننتوا عشان تبنوا مبنى على ارض شخص تاني وتعملوا ضجه بالشكل ده؟ فبيقول له بهايمه بعصبيه الارض هتتسجل باسمي وهنعمل افتتاح الكليه في الميعاد المحدد بتاعها وبعدها هقتل الشيطان رتنام ده. وبيسال رتنام بابا ماليجا هم ليه عاوزين يقتلوا بنتك؟ فبيقول له بابا ماليجا لاني كنت واخد قرض من شخص ومديره على ورقه على بياض وهم راحوا للشخص ده واشتروا منه الورقه وكتبوا عليها ان انا بعت ارض البهايمه في مقابل 30 لك وقدموا شكوى ضدي في الاسم. واستدعاني المفتش وطلب مني اسجل الارض باسمهم لكن انا قلت لهم ان الاتفاقيه دي مزوره لاني ماليش الحق ببيع الارض والوريث الوحيد اللي يقدر يبيعها هي بنتي وعلشان كده هم عاوزين يقتلوها عشان امضتي تمشي. وبتروح الشرطه على بيت ماليجا علشان تقبض على رتنام. ولما بيسال رتنام المفتش عن مذكره اعتقاله بيرفع المفتش المسدس عليه وفي نفس الوقت بيوصل سيلفان برجالته وبيهدد
بيتهدد المفتش لما ما بيلاقيش معاه مذكرة اعتقال، وبيكون رجالته عاوزين يضربوا الشرطيين، لكن رتنام بيوقفه وبيسيبهم سيلفام يمشوا، وبيطمن سيلفام أهل ماليجا وبيقول لماليجا ما تخافيش من حاجة لأنك مهمة جدا بالنسبة لنا ورتنام هيحكي لي. وبيسيب الرجالة مع رتنام وبيمشي، وبتنضف لهم ماليجا الأوضة اللي فوق عشان هيناموا فيها، وبتقول ماليجا لرتنام ما تخرجوش تاكلوا بره، ماما بتحضر لكم الأكل جوه. فبيقول لها رتنام مش هينفع، لكن أنا بوعدك إن بمجرد ما المشكلة تتحل أنا هاجي عندكم وهاكل الكاري بسعادة. وبيبعت بهايمة رجالته لرتنام وبيعرضوا عليه فلوس في مقابل إن هو يساعدهم في تسجيل الأرض وقتل ماليجا. فبيعلقهم رتنام رأسا على عقب، وبيتصل على بهايمة فيديو وبيقول له أنت فاكر نفسك هتقدر تشتريني بفلوسك ولا إيه؟ وبيحلف له إن لو حصل خدش واحد بس في جسم ماليجا إنه مش هيرحمه أبدا لأنها أغلى عنده من حياته. وبتحصل الشرطة على شكوى من رجالة بهايمة ضد رتنام، وبيطلعوا مذكرة اعتقال رسمية ضده. وبيتصل سيلفام على رتنام وبيقول له الشرطة معاها مذكرة اعتقال رسمية ضدك، وهم دلوقتي في طريقهم للقبض عليك، اهرب لحد ما ادفع لك الكفالة لأنهم هيقتلوك في السجن لو قبضوا عليك. وبيقول رتنام لماليجا ما تخرجيش من البيت مهما حصل، وبيسيب رتنام 2 من رجالته عشان يحرسوا البيت من بعيد، وبياخد باقي الرجالة وبيمشي بسرعة. وبتوصل الشرطة على البيت وبيفتشوا ومش بيلاقوا رتنام فيه، وبياخدوا بابا ماليجا معاهم للتحقيق وبيمشوا. وبالليل بيتهجموا المجرمين على بيت ماليجا وبيحاولوا انهم يقتلوهم، لكن مورتي بينقذها. فبيقطع عندها مورتي بالسكينة وبيدخلوا ورا ماليجا المطبخ وبيحاولوا يقتلوها مرة تانية، لكن موسو بيحميها وبيخرجها بره. فبيقطعوا الموسو ايده وبيخرجوا يجروا وراها، وبيوصل رتنام في الوقت المناسب وبيسحقهم بالعربية وبيركب ماليجا معاه وبيحاول يهرب بيها، لكن المجرمين مش بيسيبوهم وبينطوا على العربية وبيمسكوا فيها وبيحاولوا انهم يقتلوهم، بس رتنام بيطيرهم وبيقلب العربية بيهم. وبيقول رتنام لماليجا خليكي في العربية، وبينزل هو للمجرمين بالساطور ده وبيفضل يقتل فيهم كلهم واحد ورا التاني بدون راحة، وده بيجرح ماليجا. فبينشن رتنام عليه بالسكينة يموته، وبيخلص على باقي المجرمين وبيشيل رتنام ماليجا وبيحطها في العربية. وقبل ما يتحرك بيها بتوصل الشرطة وبتقبض عليه، فبيطمنوه رجالته وبياخدوا ماليجا على المستشفى. وبيتصل سلفام على مهيش وبيقول له الشرطة قبضت على رتنام ما تخليهمش يعدوا بيه الحدود والا هيقتله. فبيتصل مهيش على شرطة الدورية وبيرشيه وبيطلب منه ما يخليش الشرطة تعدي الحدود برتنام. وبيوقف شرطة الدورية شرطة أندرة وبيقول لهم بالكذب المجرم ده متهم في قضية قتل شرطي وبقالنا أسبوع بندور عليه، مش هينفع تاخدوه. فبيقول المفتش ازاي يعني واحنا معانا أمر اعتقاله من القسم؟ فبيقول له الشرطي ابقى هات الأمر من المحكمة وتعالوا خدوه. وبيروح مهيش يطمن على مورتي وموسو في المستشفى، وبيتصل سلفام على رتنام وبيقول له احنا حصلنا على أمر كفالتك اتحرك براحتك. وبيروح رتنام يطمن على ماليجا في المستشفى، وبتقول له ماليجا انت واجهت مشاكل كتيرة قوي بسببنا، خلينا نديلهم الأرض. فبيقول لها رتنام مستحيل لأن ده يعتبر بمثابة هزيمة لينا، ولو صممتي على رأيك يبقى أنا لازم أموت الأول. وبيسيبها ويمشي وهو متضايق، وبيتخانق بهايمة والوزير مع بعض بسبب حوار الأرض ده، وبيفضوا الشراكة اللي بينهم. وبيتقدم عريس لماليجا وبيكون باباها موافق عليه، لكن ماليجا بترفضه وبتقول لباباها أنا مش عايزة أتجوز حد غير رتنام لأن محدش في الدنيا دي كلها هيخاف عليا ولا هيحميني زيه أبدا. وبيدخل رتنام وبيسألهم عملتوا إيه؟ فبيقول له بابا ماليجا بنتي رافضة العريس وقالت إنها مش هتتجوز أي حد غيرك. فبيقول لها رتنام أنت مجنونة، أنا مستحيل أفكر فيكي بالطريقة دي. وبيوريها صورة مامته وبيقول لهم إن ماليجا صورة طبق الأصل منها وعلشان كده هو بيحميها. فبيتصدموا كلهم لما بيشوفوا فعلا الصورة، وماليجا بتحزن جدا وبيمشي رتنام وبيسيب البيت. وبتنسخ ماليجا الصورة على الكمبيوتر وبتلونها، وبتدور ماليجا على رتنام لحد ما بتوصل له وبتعتذر له عن اللي حصل وبتطلب منه يرجع البيت تاني، وبتديله الصورة اللي لونتها وبتسيبه وتمشي. وبيقابل ابن الكاهن رتنام على الطريق وبيقول له جدي بيرة كبير الكهنة عاوز يقابل. فبيروح رتنام معاه وبيلاقي مجموعة كهنة متجمعين وبيطلبوا منه يقتل لهم بهايمة في مقابل أي مبلغ يطلبه. فبيتصل رتنام على سيلفام وبياخد رأيه في الموضوع، فبيقول له سيلفام ارفض. طبعا رتنام بيرفض، وبيشوف رتنام وهو ماشي حاجة بتوقف. بيروح سيلفام للرتنام وبيقول له أنا سايبك هنا عشان تحمي ماليجا مش عشان أي حاجة تانية، امشي يلا من هنا دلوقتي حالا وأنا اللي هتكفل بحمايتها هي وأرضها. فبيقول له رتنام إن ماليجا نجحت في اختبارها وحصلت على مقعد في كلية سيروباتي وأنا لازم أخدها على هناك عشان تخلص أوراقها. فبيقول له سيلفام أنت اتجننت، أنت عاوز تروح لهم برجلك عشان يقتلوكوا انتوا الاثنين؟ فبيقول له رتنام الكلام ده لو فضلوا عايشين أصلا. وبيقول له احنا هنروح على هناك بسلام ومهمتك إنك تساعدني في الرجوع. وبيتصل رتنام على بهايمة واخواته وبيقول لهم أنا عرفت أصلكوا وفصلكوا يا شوية محتلين وهفضحكوا قدام الناس كلها. فبيخافوا جدا، وبيقول سوبل لاخواته إن ماليجا حصلت على مقعد في الكلية هنا وهتيجي علشان القبول ولازم نستغل الفرصة ونخلص عليها. وبيعمل رتنام خطة محكمة وبيخرج ماليجا من البيت من غير ما رجالة بهايمة يشوفوه، وبيروحوا على المطار وبيركبوا طيارة وبيوصلوا على تريوباتي بسلام. ولما بيعرف رتنام من الراجل بتاعه إن رجالة بهايمة مستنيينهم بره بيقول لماليجا اعملي نفسك فاقدة الوعي، وبيطلبوا الإسعاف. وبيوصلوا على الكلية بسلام، وبتقدر ماليجا إنها تقدم أوراقها وبتدفع الرسوم وبتحس بالسعادة لأنها أخيرا حلمها اتحقق. وبياخدها
رتنام وبيخرجوا وبيلاقوا رجاله بهايمه مستنيينهم بره، وبيبعت سيلفان لرتنام شاحنه عشان تاخدهم من قدام الكليه، وبيطردوهم رجاله بهايمه بالعربيات، لكن بيدمر رتنام عربيتهم واحده ورا الثانيه، وبيتصل على سيلفان عشان يبعت له موتوسيكل يكمل بيه، وبيوصل الموتوسيكل وبيحاول رتنام ان هو يهرب ماليجا عن طريق الغابه، لكن بيحاصروا سوبو ورجاله، فبيخرج رتنام المسدس من الموتوسيكل وبيضرب سوبو بالنار هو وكم واحد كمان من الرجاله، فبيخافوا الباقيين وبيهربوا، وبيخلص رتنام على سوبو وبيوصل ماليجا وبيقول لها روح انتي وانا هرجع بعد ما اخلص على الاثنين الباقيين، فبتقول له ماليجا انا عمري ما هسمح لك انك ترجع للموت برجليك، وبتتصل على سيلفام وبتقول له، فبيقول له سيلفام اسمع الكلام وارجع معاها على البيت، وبيطلب من ماليجا تاخد المسدس منه، لكن رتنام بيرفض ان هو يديهولها وبيصمم على موقف، فبتعيط ماليجا وبتقول له لو حصل لك اي حاجه انا مش هقدر اعيش من غيرك افهم بقى، فما بيستحملش رتنام عياط وبيديها المسدس، وبتقول له ماليجا خلينا نسيب لهم الارض لان في 150 طالب اتقابلوا في الكليه اللي هم بنوها، ولو اتهدمت انا مش هستحمل ابدا اشيل ذنبهم، فبيقول لها رتنام بس احنا لو ادينا لهم الارض هنخسر معركتنا، فبتقول له ماليجا صدقني احنا هنفوز مش هنخسر ابدا، وبيتصدم بهايمه لما بيعرف ان رتنام قتل اخوه، وبيطلب رئيس الوزراء من رئيس الحزب انه يجمع كل اللي ليهم علاقه بمشكله الارض ويخليهم يحلوا الموضوع ده بينهم ودي وبدون اي عنف، وبيتجمعوا كلهم، وبيحضر انبو سكرتير الرئيس كحاكم وكل واحد بيقول اللي عنده، وبيعرض رجابه مبلغ كبير في مقابل الارض، فبترد ماليجا وبتقول له احنا مش عايزين فلوس، والارض احنا هنقدمها هديه مننا للحكومه علشان الكليه اللي اتبنت عليها تبقى حكوميه وتساعد الطلاب الفقراء على القبول، فبيتصدم بهايمه، وانبو بيشكر ماليجا على قرارها، وبيقول رتنام لبهايمه انا عرفت اللي انت عملته في لوجين وهدي لك مهله يومين اتنين، لو ما حرقتش اخوك اللي هو مش اخوك اصلا وقتلت نفسك انا هموتك بطريقه مش ممكن عقلك يتخيلها ابدا، وبيغضب جدا رجابه بسبب خسارتهم للارض والفلوس، فبيتعصب بهايمه عليه وبيقول له انا ما يهمنيش كل ده، انا ما يهمنيش غير ان انا اعرف هو عارف موضوع لوجانيا منين، وبيسال سيرفام رتنام ايه علاقه بهايمه بلوجانيا يعني ماله ومال مام، فبيقول له رتنام انا طلع ليا عيله، وبيرجع بالاحداث لورا، وبيكون رتنام وقف وهو ماشي من عند الكاهن لانه شاف صوره ماما، وبيدخل رتنام وبيمسك الصوره وبيقول لهم دي صوره ماما بتعمل ايه هنا، فبيتفاجئوا كلهم وبيقولوا له هو انت ابن لوجانيا، وبيسالوه عليها، فبيقول لهم انها مات، وبيقول له جده ان لوجينا فقدت اهلها وهي طفله صغيره وكانت بتشتغل في مدرسه، ولما ابني اللي هو باباك شافها اعجب بيها جدا واتجوزها، وكان عندها اخ شيطان اسمه بهايمه، وفي يوم لوجينا راحت على بيت باباها واكتشفت ان اخوها واصحابه الاثنين هم اللي ارتكبوا عمليه سطو الاتوبيس، فحبستهم وراحت بلغت جوزها المفتش اير، لكن هم هربوا قبل ما هو يوصل، وبيقول لها جوزها احنا لازم نلاقي اخوك ونخليه يسلم نفسه في المحكمه عشان ما يتضربش بالنار، فبتقول له لوجينا خليه يموت ولا يغور في 60 داهيه، فبيقول لها حماها احنا لازم نديله فرصه يا بنتي يمكن ينصلح، وبيقطع اخوها الطريق هو واصحابه على اخته وجوزها وبيزقوهم بالعربيه من فوق الجبل، وبتخرج هي من العربيه وجوزها ما بيعرفش يخرج، وبيقول لها اهربي انت بسرعه اهربي عشان ابننا يتولد بسلام، فبتهرب بسرعه وبتشوف اخوها واصحابه وهما بيقتلوا جوزها وما بتقدرش تعمل اي حاجه، وبنرجع للحاضر تاني، وبيقول سيرفام لرتنام انت عرفت اهلك بسبب ان ماليجا كان وشها حلو عليك تمسك بيها بقى، وبياخد رتنام ماليجا وبيعرفها على عيلته وبيكونوا كلهم فرحانين بيها، وبيروح بهايمه ورجابه وبيحضروا جنازه سوب، وبيتصل المفتش على رجابه وبيقولوا ان رتنام راح زار عيله اير مرتين، فبيعرف بهايمه ان رتنام عرف حقيقته منهم، وبيبعت بهايمه رجابه والرجاله على بيت عيله اير وبيقتلوه، ورتنام بيتصدم لما بيشوف اللي حصل لعيلته، وبيروح رتنام وبيقول لبابا ماليجا خد عيلتك وروحوا على بيت مهيش لان وجودكم هنا مش امان، وبياخد المسدس من ماليجا عشان يروح ينتقم من بهايمه ورجابه، وبيطلعوا مذكره اعتقال ضده، وبيكلم جاجندر رجابه وبيعرفه بمذكره الاعتقال، وبيقول له اوعوا تجيبوا سيرتي في اي حاجه، وبيتصل سيلفام على رتنام وبيقول له في خلال يومين هيكون مقبوض عليه وهنبعت لكم رجالتنا السجن عشان يخلصوا عليه، فبلاش تودي نفسك في داهيه، فمش بيسمع له رتنام وبيقتحم المكان اللي بهايمه ورجابه مستخبيين فيه، وبيضرب رجالتهم بكل قوته واحد ورا التاني، وبيقطع رجابه بالسكين وبيخلص عليه، وبيضرب بهايمه طلقه في رجله علشان ما يعرفش يهرب، فبيسالوا بهايمه انت مين بالظبط، فبيقول له رتنام انا ابقى ابن اختك، وبيموته بالشكل ده، وبيقول لاولاد عمامه اقطعوا دراعته ورجليه ووزعوهم على جميع انحاء الحدود عشان اي حد يفكر ياخد مكانه يعرف اللي هيحصل، وبيروح رتنام على الاسم براس بهايمه وبيسلم نفسه عشان يحمي سيلفان من اي كلام ممكن يتوجهه، وبتروح له ماليجا على الاسم وبيقول لها رتنام كملي تعليم واتجوزي وعيشي حياتك بسعاده، ولو خلفتي ولد سميه رتنام، فبتحضنه ماليجا، وبس كده لحد هنا بيخلص فيلمنا، ويا ريت كل اخواتي يواظبوا على الصلاه في مواعيد، ولو عجبكم الفيديو يا ريت خلوش علينا باللايك، ولو اول مره تتفرجوا علينا يا ريت تعملوا لنا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد بنقدمه، وان شاء الله اللي جاي هيعجبكم اكتر وقت.